كثير عن الأكل الصحي في رمضان. المقدمة: يعد شهر رمضان المبارك محطة سنوية للروح والجسد على حد سواء، فهو ليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب، بل هو مدرسة لتهذيب النفس وتعويدها على الانضباط. لكي يحقق الصيام فوائده الصحية المرجوة، يجب على الصائم اتباع نهج غذائي متوازن يضمن له الطاقة والنشاط لأداء العبادات والمهام اليومية دون إجهاد. على العرض، تكمن القاعدة الذهبية للأكل الصحي في رمضان في الاعتدال والتنوع. يبدأ الإفطار المثالي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بتناول حبات من التمر وكوب من الماء أو اللبن، مما يوفر طاقة سريعة للجسم ويهيئ المعدة لاستقبال الطعام بعد ساعات طويلة من السكون. وجبة الإفطار يجب أن تحتوي على طبق رئيسي متكامل يجمع بين البروتينات، لحوم، دجاج أو سمك، والنشويات المعقدة، أرز أسمر أو خبز قمح كامل، مع التركيز الأساسي على الخضروات والألياف لتسهيل عملية الهضم. تجنب العادات الضارة: من الضروري الابتعاد عن المقليات والحلويات الرمضانية الغنية بالسكريات والدهون، واستبدالها بالفواكه الطازجة أو المكسرات النيئة، لأن الإفراط في السكريات يؤدي إلى الشعور بالخمول والعطش الشديد في اليوم التالي. أهمية السحور: لا تكتمل الصحة في رمضان بدون وجبة السحور، فهي الوقود الذي يعين الصائم على يومه. ويفضل أن تكون غنية بالبروتينات والنشويات بطيئة الامتصاص مثل الشوفان والبقوليات، مع ضرورة شرب كميات كافية من الماء بين الوجبات لتفادي الجفاف. الخاتمة: في الختام، إن الأكل الصحي في رمضان هو استثمار في العافية، فالمعدة بيت الداء كما يقال، وحسن اختيارنا لما نأكله يحدد جودة صيامنا ونشاطنا. فلنجعل من هذا الشهر انطلاقة جديدة لنمط حياة صحي يدوم طوال العام، محققين بذلك توازن النفس والجسد،